بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. التنمر مشكلة كبيرة، اللي كنا على أيامنا إحنا وإحنا صغيرين بنقول عليه التريقة، إن حد يتريق على حد. في الزمن الحالي الشباب بيسموه تنمر. تنمر ممكن يقلب حياة إنسان من غير ما يشعر اللي بيتنمر عليه هيأذيه قد إيه. القصة دي بتتعرض للمشكلة دي، ونحاول يعني نشوف بتعمل ايه او ممكن تعمل ايه مع اي شخص. عشان نعرف ايه الحكاية وايه القصة تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة النهاردة بتتكلم عن التنمر زي ما قلت لكم، والتنمر ده اللي كنا بنسميه زمان التريقة، إن حد يتريق على حد، شخص أو أكتر من شخص يتريقوا على شخص معين، بنت أو ولد. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه في إحدى الدول العربية كان في شخص اسمه مهند، عايش في أسرة عادية، مفيش أي مشكلة. ولكن مهند ده كان قصير شوية عن بقية أقران عمره، وزي ما احنا عارفين أقران العمر اللي هم من نفس سنه، يعني اللي معاه في المدرسة في نفس الصف، الجيران وهكذا. مهند ده كان قصير شوية وجسمه نحيل، مش زي زمايله كده جسم كويس كده وقوي وفي طوله العادي، لا. يعني اللي كان يشوفه من أول وهلة ومن أول نظرة كان ياخد باله على طول إن هو أقصر من الطبيعي وأنحف من الطبيعي. فكانوا زمايله في المدرسة لما كان في المدرسة من أول ما دخل وصل لمرحلة الثانوية. مرحلة الثانوية اللي بيظهر فيها قوي المشاكل دي، لأن بتكون سن مراهقة، وسن المراهقة زي ما انتوا عارفين كله تمرد، سواء ولد أو بنت. الولد بيحاول يثبت فيه شخصيته، والبنت بتحاول تقول أنا هنا، أنا أنثى وأنا جميلة وأنا وهكذا. فلما كان من بداية أولى ثانوي كده بدأوا زمايله يتريقوا عليه، يعني يتنمروا عليه، يا قصير يا أزعة، يا رفيع يا ضعيف، يا هزلان، انت ما بتاكلش، ما عندكوش أكل، ما عرفت الكلام ده كله. كل الكلام اللي يأذي نفسية الإنسان. طبعا ده مش طبيعي، يعني المفروض لو في تربية صح في البيت ما يتنمرش على حد، لأن كلها خلقة ربنا، وكلها إحنا ملناش يد فيها، سواء قصير أو طويل أو أسود أو أبيض أو أيا كان. كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على طبيعة معينة، يعني مش بإيدينا. يعني إن كان ممكن العلاج أو الفيتامينات أو كده تأثر شوية، ولكن برضو هتبقى المشكلة كما هي. المهم كانوا دايما زمايله زي ما بقول لكم في المدرسة أو جيرانه مهند ده يتنمروا عليه. في حاجة كمان بقى غير التنمر ده، كانت أصعب وأصعب، بتحسسه بالمشكلة أكبر وأكبر. عايز أقول يعني مش نصيحة، عايز ألفت نظر الآباء والأمهات اللي يكون عندهم طفل أو طفلة أو شخص، يعني ابنهم أو بنتهم وصل للسن ده، ويكونوا حاسين إن هو في أي شيء مختلف أيا كان، يا رب يكون عيب خلقي، أيا كان حاجة مختلفة عن بقية أقران عمره، لازم يعضدوه. اللي يقول لك كذا ما تتضايقش، رد عليه. اللي يقول لك كذا وهتتضايق، قول له الله يسامحك وسيبه وامشي. اللي يقول لك كذا في المدرسة اشتكي للمدرس. المهم أي تصرف، يا إما هو يرد يا إما يكون قوي أكتر ويقول له الله يسامحك أنا مش هرد عليك. وفي ناس كمان عشان تعضد عدم الرد تقول له أنا مش هنزل لمستواك، أنت بتقول ألفاظ مش كويسة وأنا مش هنزل لمستواك، أنا مؤدب ومتربي. المهم قصدي من كل ده إن يعلموه يرد إزاي،
عشان لما حد يتنمر عليه أو يتريق عليه كده ما يرجعش بقى خذلان ومتضايق ونفسيته تعبانة من اللي حصل ده، وده يخليه يتكسر من جوه ويأثر في نفسيته. احنا مش عايزين دي. المهم كانوا كمان بقى المشكلة الأكبر اللي كانت بتحسسه بإن عنده مشكلة، ولكن هم ما كانوش واخدين بالهم برضو إن دي بتحسسه بالمشكلة. إيه هو بقى؟ إن لما كانوا في المدرسة يجوا يعملوا قرعة لأي شيء، لحفلة، لجايزة، لمين اللي هيغني، مين اللي هيقول أناشيد الصباح، أي قرعة لأي شيء بين أكتر من شخص، كانوا يجيبوا مهند ده اللي يختار القرعة على أساس إنه حد مميز. وكان المدرس أو المدرسة اللي اختارته بتقول له أو بيقول له أنت مميز عشان كده اخترناك تسحب القرعة. ولكن طبعا مهند كان بيتضايق جدا جدا من الحركة دي. اشمعنى أنا؟ ما يختاروا حد تاني، بيختاروني أنا ليه؟ واخدين بالكم؟ طبعا ده عمل عنده تراكمات نفسية خطيرة خطيرة، لأنه طبعا اداله إحساس بالنقص في شخصيته، في جسمه، إن هو هزيل، إن هو ضعيف، إن هو ما يقدرش يضرب أي حد. فاداله إحساس بالضعف كبير، خلاه من جوه نفسيته ما بقتش حلوة. بدأ شوية شوية يكره اللي حواليه، كل اللي بيتنمر عليه يكرهه فعلا. بس طبعا زي ما قلت لكم بما إنه ضعيف مش قادر يضربه. المهم عقبال ما خلص الثانوية وساب المدرسة، عايز أقول لكم كمان إن هو حتى لما وصل لتالتة ثانوي وخلاص قرب يسيب المدرسة ويشوف بقى هيدخل معهد أو جامعة أو إيه، كانوا برضو لما يجوا يعملوا قرعة يجيبوه. الله، طب ما انتوا عندكم طلبة في أولى وفي تانية، ما تجيبوا حد غيري بقى، ما كفاية عليا سنة أولى. لا، برضو كانوا بيجيبوا مهند. عشان كده حصل معاه المشكلة النفسية اللي بقول لكم عليها. المهم خرج مهند من الثانوية، قال لأهله أنا مش هخش جامعة ولا أخش معهد ولا أي حاجة. ليه يا ابني؟ في إيه؟ مش هتكمل تعليم؟ قال لهم لأ، عندي تعليم حاجة أهم عايز أتعلمها. هو إيه يا ابني اللي أهم من الجامعة؟ قال لهم أهم، وأنا عارف أنا هعمل منه إيه، وهبني مستقبلي منه إزاي، ومخطط لكل حاجة. طبعا كتر الضغط اللي تعرض له خلى دماغه اشتغلت فكرت بجد يعمل ايه ويسوي ايه ويتصرف ازاي ويوصل ان ده يبقى مصدر رزقه ويجيب منه دخل ويعيش. يعني مش خلاص بقى هيعمل كده ويضيع مستقبله، لا. ايه بقى اللي فكر فيه مهند بطل قصتنا النهارده؟ مهند فكر ان هو يتعلم اي لعبة من العاب القوة. قاعد يقول ملاكمة لا، جودو لا، صعب شوية، خليني في الكاراتيه، معروف ومحبوب وضرباته حلوة وهيبقى سهل عليا اتعلمه. بدأ مهند يدور على صالات بتعلم الكاراتيه، ودخل بالفعل، وبدأ المدرب يوجهه كل كذا، خد فيتامينات كذا، لأن زي ما احنا عارفين المدربين في صالات الجيم أو صالات الرياضية بصفة عامة بتبقى عندها خبرة كبيرة بالأكل والفيتامينات والحاجات اللي تخلي الصحة كويسة والإنسان يقدر على التمرين. بدأ المدرب بتاعه يوجهه ويخليه ياخد فيتامينات وياكل نوعيات معينة من الأكل بحيث يربي عضلات ويبقى جسمه كويس وقوي. وفعلا وبقى يخليه يلعب عقلة عشان يطول. يعني المهم المدرب ده اهتم بيه جدا جدا وحبه جدا. ولما قال له مهند ان انا عايز يبقى جسمي قوي، مش عايز حد يشوفني يقول لي انت ضعيف ولا انت قصير ولا الكلام ده، وانا اللي هتقول لي عليه هعمله، اي حاجة هتقول لي عليها هعملها، اكل شرب تمارين جري لعب رياضة اي حاجة. قال له جنب تمرين الكاراتيه؟ قال له ايوه جنب تمرين الكاراتيه. قال له خلاص اتفقنا.
وبدأ فعلا يوجهه توجيه سليم لحد ما مهند ده، مش هقول لكم طول قوي بقى، بس طول لعدة أسباب. طول نسبة صغيرة بس طول عن مكان الأول. أولا عشان السن والنمو، وفترة المراهقة بيبقى فيها النمو أسرع. غير كده كمان لما لعب عقلة طول شوية. غير كده وكده كمان لما خد فيتامينات بقى صحته بقت أقوى، وعليه عضلات، وبقى إيه، حاجة كده جميلة ممشوقة قوية، شكله فعلا قوي، لدرجة إن اللي كانوا بيتنمروا عليه لما بقوا يشوفوه بقوا يخافوا منه. مش يتريقوا بقى، ولا التنمر ولا التريقة ولا كل الكلام ده، لا بالعكس بقوا يخافوا منه. وبالتالي بقوا يشوفوه في الشارع ده يسيبوا الشارع ويروحوا شارع تاني، عشان ما يفتكرش كانوا بيعملوا معاه ايه ويحاول يأذيهم. بصوا بقى لحد فين، عزيمة وإرادة قوية. هي بيني وبينكم العزيمة والإرادة دي اللي بتغير كل حاجة، كل حاجة. المهم، فبدأ بقى بعد ما حس بقى ان هو فعلا جسمه كبر كده وبقى ليه عضلات وبقى تمام، وما بقاش يمشي خايف بقى ولا قلقان ولا اي حاجة، اللي هيقابله ولا يجيله يدوس له حتى على طرف هيفرمه. خلاص يقدر. وصل بقى في الكاراتيه الحزام الاصفر البرتقاني التدريج لحد ما خد الحزام الاسود. الحزام الاسود ده درجة عالية في الكاراتيه. يبدأ بعدها بقى يخش بقى ايه مسابقات، يخش بطولات، يخش بقى زي ما هو عاوز. بدأ بقى المدرب بتاعه يقول له لو حصل وكان في اي بطولة اعلن عنها هكلمك عشان تيجي تحضر. يقول له تمام. وفعلا خد بطولات كتير وحصل على شهادات كتير في الكاراتيه بتقول ان هو انسان كفء فعلا لتدريبات الكاراتيه كلها. طبعا ده في حد ذاته مصدر رزق خطير، مش سهل. يقدر بقى هنا يعمل ايه عشان يجيله مصدر رزق؟ يفتح جيم ويعلم هو بقى كاراتيه. عنده خلاص خد الحزام الاسود وعنده شهادات من بطولات والكلام ده، وبالتالي يقدر يفتح فعلا. المهم اول ما بدأ كده ولقى نفسه خلاص يقدر يشتغل في اي نادي، يشتغل في اي جيم عشان خاطر يبقى مدرب، بدأ فعلا يشتغل وفكر في الجواز. فكر في الجواز عشان يستقر بقى ويبقى عنده أسرة، ولكن ما كانش عارف يعني يحصل على بنت عشان تبقى زوجة كويسة. استعان بأهله وقال لهم أنا خلاص عايز أفتح بيت وأعمل أسرة، يا ريت يا أم تساعديني في إن أنا ألاقي بنت الحلال. الأم قعدت تدور في دماغها فلانة لا فلانة لا فلانة، وتعرض عليه بنات كتير وهكذا. طبعا لما بتعرضهم عليه ما بتقول لهمش ان هم جايباهم عشان ابنها يتفرج عليهم ولا حاجة، لا، بتعرضهم بطريقة مهذبة محترمة على اساس ان هم جايين يزوروها. انت وحشاني يا بنتي، مش عارف ايه، تعاليلي. ويعدي ابنها يشوفها عشان يشوف لو في قبول مبدئي يكملوا، مفيش يبقى خلاص. المهم بدأ بقى لحد ما شاف واحدة 2 3 4 عدد، لحد ما شاف واحدة قال لها هي دي. من أول ما شافها ارتبط بيها وحس إن هي الإنسانة اللي هتعيش معاه حياة كويسة. طيب شاف كل ده من النظرة الأولى؟ من النظرة الأولى. تأمل خير، وهي طبعا كانت جميلة، وهي البنت الجميلة بتجذب أي حد. فقال لها خلاص يا أمي هي دي. المهم تمت إجراءات الجواز ببساطة ومن غير مشاكل ومن غير أي حاجة. وهو طبعا لما بدأ يشتغل وكده طبعا جاب شقة وأسس مكان وكل الكلام ده. المهم اتجوزوا. بدأ في العشرة بقى والكلام أحيانا يبقى عصبي، لأن طبعا زي ما قلت لكم
كل اللي حصل في الصغر ده مش هيتمسح بأستيكة. الحاجات النفسية، مش عايز أقول الأمراض النفسية لو إن هي فعلا أمراض، وفعلا أمراض خطيرة كمان ما نستهترش بيها أبدا أبدا. لأن في بعض الأنواع من الأمراض النفسية بتؤدي للانتحار، إن الإنسان ينتحر. فطبعا إحنا مش عايزين يعني نقلل من المرض النفسي، بالعكس، لو في ثقافة كاملة في المجتمع اللي فعلا يتعب نفسيا لازم يروح لطبيب نفسي ويتعالج. ما نتغاضاش عن الموضوع ونقول لا لا لا، يروح لطبيب نفسي ليه، هو مجنون؟ لا، احنا مش هنستنى لما يتجنن، لا. المهم، بالمناسبة دي أنا أعرف أسر لما كان عندها شاب تعب نفسيا لدرجة، ووصل لدرجة مش كويسة بحيث تكسفهم قدام الناس، دخلوه مصحة وقالوا إن هو توفى، عشان ما يقولوش لحد إن هو في مصحة نفسية. لحد فين جهل المجتمع بالمرض النفسي، مع إن المفروض يتعامل عادي جدا زيه زي أي مرض. إيه المشكلة؟ بس في ناس للأسف بتستغل إن ده مريض نفسي وتعمل عليه حاجات كتير، وده برضه هنتعرض له في قصتنا النهاردة. المهم، نرجع للبنت اللي اتجوزها، والبنت دي كان اسمها سدرة. سدرة زي ما قلت لكم كانت جميلة، واتجوزوا على طول، ما حصلش أي مشاكل. المهم، وبعد ما اتجوزوا سدرة دي كانت مثقفة، بحيث تصرفها كان سليم، يعني بتتصرف كده بتأني وبتروي. من التأني والتروي بتاعها أجلت الخلفة من غير حتى ما تقوله، عشان تشوف حياتها معاه هتبقى عاملة ازاي الأول. وبنات كتير بتعمل كده، وشباب أحيانا بتطلب كده، إن هم يقعدوا على الأقل سنة مع بعض يشوفوا هيعرفوا يكملوا ولا لأ. لو مش هيكملوا ينفصلوا من غير ما يظلموا أي أطفال. وعلى فكرة أنا من أنصار الرأي ده وبحفزه جدا جدا. ليه بس يا حاجة صفية، ده يفرحوا ويخلفوا على طول؟ لا، بالعكس، بالعكس. لو مرت السنة الأولانية في الجواز كويسة يبقى إن شاء الله يستمروا كويسين. لكن لو ما مرتش يبقى مفيش داعي ننفصل وفي طفل يتعذب بينا احنا الاتنين، ملوش لازمة بصراحة. المهم، نرجع لقصتنا ونقول إن مهند وسدرة عاشوا مع بعض. طبعا الرواسب اللي عنده من اللي حصل في الصغر ما قدريش يمحيها، إن هو بقى قوي، شخصية وجسدية قوية، يعني شخص قوي وطباعه كانت حادة، وشخصي وقصدي وجسمه برضه قوي وباين عليه إن هو قوي. لا، كل ده ما محاش الترسبات اللي موجودة عنده من الصغر ساعة ما كانوا زمايله يتنمروا عليه. وبالتالي كان لما حد ينرفزه يتنرفز ويتعصب. فحصل طبعا الحياة ما تخلاش زي ما احنا عارفين، فكان بيحصل مشاكل صغيرة كده بينه وبين مراته سدرة، لحد ما حصلت مرة مشكلة في مشكلة في مشكلة، كلها حاجات بسيطة لكن هو كان بيتعصب فعلا. فسدرة لاحظت ان العصبية دي زايدة، فقعدت تقول له انت كده مش طبيعي، انت كده محتاج تروح لدكتور نفسي. ليه، هو انا مجنون؟ الرد الطبيعي على طول لأي حد مش فاهم قيمة المرض النفسي ولا قد ايه ممكن يأثر فيه، على طول تقول له روح لدكتور نفسي، يقول لك ليه، هو انا مجنون؟ فهو كان بيرد عليها نفس الرد، لا انت فعلا فيك حاجة مش طبيعية، لا انت فعلا لازم تروح، انت عصب زيادة انت. المهم، لما سألت وطقست عرفت فعلا ان هو قبل ما يبقى جسمه كده وقبل الكلام ده كان نحيف وكان قصير، وكان زمايله بيتنمروا عليه. ففهمت فعلا انك عنده مشكلة نفسية. ففي مرة واجهته قالت له انت عندك فعلا مشكلة نفسية، ما تكبرش، انا بحبك
وخايفة عليك وخايفة المشكلة دي تكبر. مش مهم النرفزة اللي اتنرفزتها عليا، بس ممكن تعمل مشاكل مع أي حد. من هنا لهنا قال لها طيب ماشي. راح لدكتور نفسي مرة واتنين وتلاتة، وكان بيشيل الروشتات في البيت ويقفل عليها في حاجته عادي يعني. المهم مرة اتخانق معاها وضربها. لكم أن تتخيلوا بقى، حد عضلات وكاراتيه وبطولات ويضرب واحدة ست بنوتة جميلة زي كده. الضرب أثر فيها فعلا لدرجة حصل لها تعاوير وكمادات وكذا كدمة في جسمها. المهم خرجت من البيت على المستشفى، عملت تقرير طبي وأثبتت كل الحاجات اللي فيها، وعملت بعد التقرير عملت محضر في الشرطة وقالت إن الكلام ده كله والتقرير الطبي أهو جوزي ضربني. وراحت طالعة على بيت أهلها. طبعا هو مش عارف إيه الحكاية، إيه اللي حصل، وأنا عشان ضربتها يعني تمشي؟ دي مش مشيت بقى وبس، راحت رافعة كمان قضية طلاق. قضية طلاق بإيه بقى؟ بالروشتات النفسية اللي كانت معاه. خدت روشتة منهم، خدت واحدة بس وسابت الباقي، مع التقرير بتاع الضرب مع المحضر اللي عملته. راحت واخدة كل الأوراق دي ورفع قضية طلاق. كسبتها من أول جلسة واتطلقت. بس طبعا كانت خايفة منه ومن نظراته ومش عارفة ممكن يعمل فيها إيه، فسابت البلد كلها وقالت لأهلها وأقنعتهم إن هي هتسافر تشتغل بره. وسافرت بالفعل وسابت له البلد واللي فيها. طبعا بقى مهند هنا نفسيته اتدمرت، كان خلاص بيحبها. مشي بقى في الطرق وفي الشوارع يفتكر كل اللي تنمروا عليه وهو صغير، حملهم هم مسؤولية اللي حصل له، وبقى كل اللي يقابلوا فيهم يمسكوا يرزعوا علقة محترمة، لحد ما كل يوم مشكلة كل يوم مشكلة كل يوم مشكلة. مر على الوقت ده حوالي سنة. راحوا أهله طبعا قالوا له يا ابني كده ما ينفعش، كل شوية مشكلة كل شوية مشكلة، ليه كده بس؟ وخسرت الإنسانة اللي كنت بتحبها وخربت بيتك بإيدك، ليه يا ابني كده بس؟ قرب من ربنا وصلي وسبح وصوم. وقعدوا يكلموه. المهم ربنا هداه واستجاب. لما بدأ يقرب لربنا بدأت نفسيته تتعدل، وبدأ ينسى اللي فات ويقول خلاص بقى اللي فات فات، أنا ضربتهم تقريبا كلهم وخلصت حقي منهم كلهم، ودلوقتي أنا محدش يقدر يتنمر عليا ولا يكلمني ولا يبص لي نظرة حتى ما تعجبنيش. أنا أنسى بقى اللي فات عشان ما بقاش عصبي ولا أبقى وأقدر أعيش حياة كويسة. لما أهله لقيوه التزم وقرب من ربنا وفعلا بقى تعامله هادي، والحدة والعصبية اللي كان فيها انتهت، ما بقاش فيه الكلام ده كله، بسم الله ما شاء الله عليه قدر يتغلب على نفسه. وطبعا لما حصل ده أهله اتبسطوا وفكروا يجوزوه مرة تانية. كان هو هنا بقى فتح صالة جيم لنفسه واشتغل فيها وبقت بتاعته. بدأوا يفكروا ويقولوا له على الجواز مرة تانية. قال لهم لا، أنا لما بقى قابل أنا الإنسانة اللي اقتنع بيها هبقى اتجوزها، أنا مش هتجوز بالطريقة دي تاني. ومرضيش يتجوز بالطريقة التقليدية إن هم يشوفوا له واحدة ويشوفها والقصة إيه اللي اتجوز بيها أول مرة. تمام. بالفعل كان مرة بيحضر حفلة وبعدين لقى في الحفلة دي بنت عجبته لفتت نظره وبرضه كانت جميلة،
فحاول يتعرف عليها، وبعدين هي لما لقيته كده عضلات بقى وشاب كده زي العسل، راحت موافقة وتعرفوا على بعض. طيب انت مرتبطة مخطوبة مش عارف لأ، طب خلاص انا مش بتاع لعب ولا كلام فاضي، انا هاجي اتقدم لك، بيتكوا فين واسرتك وعرف عنها الحاجات كلها، وبعدين راح اتقدم لها هو واهله. البنت دي كان اسمها رهف. رهف دي بقى لما راح اتقدم لها اهلها وافقوا، وطبعا عنده بقى بيته وعنده مصدر رزقه اللي هو الجيم اللي بيدرب فيه كاراتيه، ومرتاح وتمام، مفيش اي حاجة تمنع، خلاص تمام تمام. هوب 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 اتجوزوا، مفيش اي موانع، مفيش اي موانع. اتجوز مهند ومين ورهف، ودي الجوازة التانية. تمام كده؟ تمام. بدأت رهف قعدت معاه شوية برضه، وبعدين ربنا كرمهم بأول طفل، ولد. شوية سنة 2 تاني طفل، سنة 2 تالت طفل. في الوقت ده بقى من أول ما جاله أول طفل بدأت الحياة بالنسبة له تتغير تماما. بقى دايما يضحك ودايما مبسوط ودايما يجيب لهم اللي هم عايزينه، وكتب لها شقة باسمها، وكتب لها كمان جاب لها عربية وكتبها باسمها، وعمل لها حساب في البنك عشان لما تحب تجيب حاجة تجيب، وخلاها برنسيسة. وكان بيحبها وهي كمان كانت بتحبه جدا. بدأوا العيال ولادهم يكبروا شوية بشوية، أنا عايزة شغالة تعمل الحاجة وتاخد بالها من البيت، وقال لها وماله، يا سلام. جاب لها فعلا ست كويسة كده مسكت البيت وقعدت تاخد بالها من الولاد وتعمل كل حاجة وتمام. راحت الست رهف لقت نفسها فاضية. بدأت بقى تخرج تروح النادي، تروح تتفسح، عملت شلة أصدقاء بقوا يقعدوا مع بعض يضحكوا ويهيصوا، تحضر حفلة معاهم. هو طبعا مشغول في شغله، ما بيعملش أي حاجة من الحاجات دي. هو بيشتغل وما شاء الله عليه بقى عنده بدل صالة الجيم 2 و3، وخلاص بقى مش فاضي خالص. هو يا دوب بيروح ياكل ويشوف هيقعد معاهم شوية، يسهر معاها شوية، المهم على قد متطلبات البيت، مسؤولياته والتزاماته ناحية أسرته ولاده ومراته. كان حريص ما يأثرش فيها أبدا. تمام كده؟ تمام. المهم مرة في مرة لقاها معاملتها ليه اتغيرت. الله، في مال الحكاية؟ يروح البيت نسهر مع بعض شوية، تعالي نشوف فيلم مش عارف اعمل لنا شوية فشار وتعالي نقعد سوا احنا والعيال. لا تعبانة، لا هنام. لا تعبانة، لا هنام. تعبانة من ما انت عندك اللي بتعمل لك كل حاجة. اصل انا خرجت النهاردة وسهرت مع اصحابي والحفلة كانت جميلة وتعبت. طب يعني اصحابك بقى اهم مني؟ المهم فضلت تتهرب منه مرة في مرة في مرة. طبعا هو بدأ يتضايق. طيب بدأ يكلمها، كل ما يكلمها كلمتين ملهمش أي لازمة، يعني مش ضربها بقى ولا زعق لها ولا لا لا لا، ما عملش أي حاجة من الحاجات دي. يعني يا دوب كلمتين، ليه بس ما عملتيش كذا، ما عملتيش أكل النهاردة ليه ناكل جاهز كده، كلمتين عاديين لأي مشكلة عادية. تروح واخدة هدومها ورايحة عند أهلها. الله، طب في هو بقى يستغرب، طب في ده انا بحبها جدا ومش مش مقصر معاها في اي حاجه، عربيه باسمها وشقه باسمها قافلاها وحساب في البنك بتسحب منه، ما تقوليش حتى هات، وتجيب اللي هي عايزاه، وبتخرج زي ما هي عايزه، وست مريحاها في البيت، في حس ان في حاجه مش طبيعيه. مشي وراها في يوم وهي خارجه، وهي عارفه ان هو في شغله، لكن هو ما راحش الشغل، الدارة كده بعيد بعيد عن البيت بشوية، وأول ما نزلت مشي وراها.
مشيت بعربيتها، هو كمان مشي وراها بعربيته، بس ايه، بعيد شوية عشان ما تاخدش بالها، لحد ما راحت كافيه كبير من اللي بيقعدوا فيه هي واصحابها ودخلت. راح راكن العربية ودخل هو كمان، وبرضه وقف متداري زي ما هو عايز عشان ما تشوفوش. طيب، قعدت شوية، لقى واحد جه قعد معاها. الواحد ده قعد معاها، فضلت بقى تتكلم وتضحك، وضحكتها ايه، زي ما بنقول كده ملعلعة، بتضحك من صماصيم قلبها. ايه ده، هي دي اللي في البيت خلاص بقت مكشرة ومتضايقة واصل تعبانة، واصل مش قادرة، واصل مش عارف ايه الحكاية. فضل باصص عليها طول ما هي قاعدة، وملاحظ تصرفاتها، ومش مصدق نفسه ان هي دي مراته اللي بقت خلاص دايما مكشرة في البيت، من الضحك واللعلعة اللي هي فيها، والانبساط والانشكاح اللي هي فيه. ما راحش ولا واجهها ولا تهجم عليها ولا اي حاجة. هو خلاص يعني اتعصب قبل كده وخرب بيته، ودلوقتي عنده 3 عيال، ما عندوش استعداد يخرب بيته مرة تانية. اتفضلوا مية. خلاص بقى انتوا اتعودتوا ان انا بشرب مية كتير. ف... المهم، فوقف هادي تماما. يعني واحد شاف مراته قاعدة مع واحد وعمالة تضحك وتكركع ومنشكحة ومبسوطة وكل اللي تقولوه، ومع ذلك وقف ما شاء الله عليه وتماسك نفسه، وقف هادي جدا وضبط نفسه وما عملش أي حاجة. قعدت معاه 2 3 4 ساعات، يا صبر أيوب، وهو مهند طول ال4 ساعات عمال يتفرج عليها. يا سلام، فيلم بس طويل شوية. راحت خارجة مروحة، ركبت عربيتها ومشيت. راح بعدها بشوية هو كمان خرج وروح وراها. ايه ده، انت جيت بدري ليه ومش جيت بدري ليه؟ قال لها تعالي بس خشي الأوضة واقفلي الباب عشان الولاد ما يسمعوناش. ليه، خير، في ايه؟ قال لها خير، تعالي بس. راحت داخلة وقفلت الباب. اقعدي. راحت قاعدة. قال لها مين بقى اللي كنت قاعدة معاه في المكان الفلاني وعمالة تضحكي ومبسوطة آخر انبساط؟ مين ده؟ طبعا هو قال لها كده، وهي بقى ايه، عارفين المثل اللي بيقول ايه، خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. اهي عملت كده، خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. انت بتراقبني، انت مش بتشك فيا، انت مش واثق فيا، انت بتخوني، انت مش. قال لها بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده كله وقولي لي بالظبط مين اللي كنت قاعده معاه. انا شايفك قاعده 4 ساعات كاملين بتضحكي وبتهزري والدنيا معاكي وردي. انا ده واحد عرفته من النادي، وبنتفق عشان نعمل مع بعض شغل. قال لها شغل؟ شغل ايه؟ قالت له عايزين نفتح مع بعض شركة. مش قبل ما تكمل قال لها وليه؟ انت محتاجة ايه؟ شغل ايه اللي هتشتغليه؟ خدي بالك مني ومن عيالك. شغل ايه ده؟ هو انت ناقصك حاجة؟ انت قلتي عايزة حاجة ما لقيتيهاش؟ انت عندك حسابك في البنك كل شوية زوده من غير ما تقولي لي، انا بحط فيه فلوس عشان اللي تعوزيه تجيبيه. شغل ايه اللي بتتكلمي عليه؟ مفيش شغل، مش هتشتغلي حاجة، وما تقابليش الشخص ده تاني، وما تقعديش معاه لوحدك تاني ولا مع حد. ما تخلينيش اقولك مفيش نوادي ومفيش. انا سايبك براحتك، وعشان مش عشان تروحي تقعدي لي مع حد وتضحكي وتهرققي وتقعدي تكركري وتبقي مبسوطة كده، وانت عندي هنا في البيت مش هاين عليكي حتى تقعدي معانا والولاد شوية، ولا تعبانة ولا زهقانة ولا مش عارف ايه. لا، الكلام ده ما ينفعش. تاخدي بالك من بيتك ومن عيالك من غير
ما انا اتكلم كلمة واحدة. واضح اللي انا قلته؟ راحت ساكتة. قال لها لا انا عايز اسمع. قالت له واضح. طبعا هي ما عجبهاش الكلام ده للأسف الشديد. يعني شوفوا بقى، يعني لا إله إلا الله. يعني لما يبقى عندها كل ده وتتبطر عليه وما تصونش النعمة اللي ربنا اداها لها، وتروح تعرف واحد وتعمل علاقة معاه، ده مش شغل ولا حاجة، دي كدبت عليه طبعا. أكيد كلكم فاهمين ده لأنه واضح جدا. المهم وعملت علاقة مع شاب تاني وكل الكلام ده كله. ليه؟ ليه؟ ليه البطر ليه؟ احنا عندنا مثل مصري بيقول البطران اخرته قطران. انا قلته قبل كده كتير في حلقات كتير. فعلا فعلا. يعني انا اعرف بنت لما كنا بنات بقى فضل يتقدم لها عرسان تتريق عليه وتتنمر عليه. لا ده وحش، ولا ده مش عارف ايه، لا ده بيدخن، لا ده ما شكله مش حلو، لا ده سنته مخلوعة، وكل واحد يطلع فيه حاجة شكل، لحد ما اتجوزت جوازة طلع عليها القديم والجديد. ففعلا البطران اخرته قطران. اللي بيتبطر على نعمة ربنا يديها له ربنا بيديله على دماغه. المهم اول ما قال لها بقى الكلام ده، طبعا كده هو قال لها ما تقعديش معاه تاني، وده مش عاجبها. تعمل ايه بقى؟ بصوا بقى الافتراء يعني لحد فين. راحت كانت عارفة بقى موضوع الدكتور النفسي ده والروشتات اللي هو شايلها، وعارفة شايلها فين، وبرضه نفس القصة اللي عملتها زوجته الأولانية. راحت واخدة الروشتات وراحت رافعة، سابت له البيت ومشيت. صحي الصبح راح شغله، راحت هي واخدة هدومها، واخدة الورق، واخدة الذهب بتاعها كله. كان عندها ذهب كتير طبعا. أي فلوس هو سايبها في البيت خدتها وراحت ماشية. رجع من الشغل ما لقاهاش، سابت ولادها نايمين وهو في الشغل وراحت ماشية. مشيت وناوية بقى إن هي ترفع عليه قضية طلاق. طب ليه؟ طلاق للضرر. إيه يا ست الضرر اللي جرالك؟ بموجب الروشتات النفسية اتبلت عليه. اتبلت عليه يعني قالت عليه كلام ما عملوش. ضربني وهني وعصبي وبيضربني، وكان بيتعالج عند دكتور نفسي ونفسيته مش كويسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل قرب من ربنا وتعادل وبقى تمام ومش خليكي عايزة حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعرفنا كل زوج وزوجة، يعني مش عايز أقول يعني مفروض يكون بينهم كل ثقة، بس بص، حرص ولا تخون. زي ما بيقول المثل المصري، حرص ولا تخون. يعني انت ما تخونش اللي معاك، وانت ما تخونيش اللي معاكي. لا زوج يخون زوجته ولا زوجة تخون زوجها، ولكن نحرص. يعني في روشتات نفسية زي كده شايلها ليه؟ ما خلاص، الحمد لله رب العالمين، ما تحرقها. ليه شايلها؟ كفاية انك حكيت لها. يعني برضو في النقطة دي عايز اقول ان مش كل حاجة تتحكي. المهم خدت الروشتات وخدت زي ما قلت لكم هدومها، كل الذهب اللي في البيت، اي فلوس كان شايلها في البيت خدتها ومشيت. رجع من الشغل ما لقاهاش في البيت. ما راحتش بقى عند اهلها، لان اول مش هيلاقيها بيروح فين؟ بيروح عند اهلها يدور عليها. راحت عند واحدة صاحبتها من الصحابة اللي عرفتهم في النادي وهو ما يعرفهاش. طبعا لما راحت عند صاحبتها دي هو قعد يدور عليها، يدور ما لقاهاش، لحد ما لقى محضر جايله: فلانة الفلانية اللي هي رهف دي رفع عليك قضية طلاق،
وعندك جلسة اليوم الفلاني. راح الجلسة لقاها رفع عليه قضية طلاق للضرر. ضرر من ايه؟ ايه بقى الضرر وايه الاسباب اللي قالتها؟ قالت لهم بيضربني ومقدمة طبعا الروشتات النفسية، وده مريض نفسي ومش عارفة اعيش معاه، وخايفة على نفسي وخايفة على اولادي كمان كمان. يعني عايزة تتطلق وعايزة تاخد عيالها الاتنين. التاني بقى كان معشمها بالجواز. فاول ما حصل اللي حصل ده قال لها ايه بقى؟ قال لها بصي بقى، العربية اللي باسمك دي والشقة اللي باسمك دول اكتبيهم باسمي، عشان جوزك لو عرف ان انت رفعتي قضية طلاق ممكن يستردهم تاني، يكون كاتبهم بطريقة يعرف يستردهم تاني. والحساب اللي في البنك اسحبي منه الفلوس كلها، شيلي جزء معاكي وهاتي الباقي انا اشيلهولك انا. وبالفعل عملت كده، كتبت له العربية وكتبت له الشقة وسحبت الفلوس اللي في الحساب وعملت زي ما قال لها بالظبط. ما شاء الله عليها. راح هو بطبيعة الحال باع الشقة وباع العربية، الاتنين، لأن هو ما بيحبهاش ولا حاجة، هو بيضحك عليها. واحدة عبيطة وهبلة بقى واكتبي لي وكتبت له، فخلاص بقى المهم يعني لما قالت كل الكلام ده بقى هو يا عيني هيتجنن، يقول للقاضي والله ما حصل، والله ما ضربتها، والله ما عمري مديت ايدي عليها، وعمال يحلف. ما انت فعلا كنت بتتعالج نفسيا. ايوه كنت بتعالج فعلا، انا ما قلتش لا، بس انا قربت لربنا وعمري ما مديت ايدي عليها. ده انا كاتب لها كذا وكذا وكذا، ده انا شفتها مع واحد، عشان كده هي عملت كده لما واجهتها. يقوم القاضي يقول له احنا دلوقتي في قضية الطلاق وقدامنا اوراق وهي كده من حقها تتطلق. طب اديني فرصة اكلمها، اديني فرصة. راح القاضي مأجل القضية واداهم فرصة يتكلموا جوه المحكمة، يقعدوا مع بعض. هي مصرة. بعد الوقت اللي أجل فيه القضية وميعاد الجلسة اللي بعدها كانت جلسة ثنائية، يعني القاضي وهو وهي بس. راح القاضي قال لها آخر حاجة عندك يا مدام رهف، هتتصالحوا؟ قالت له لا أنا عايزة أتطلق. راح قال له خلاص يا أستاذ مهند أنت كده لازم تطلقها. وراح القاضي فعلا أصدر حكم الطلاق وألزمه إن هو يطلقها. ما كان من مهند إلا إنه كان شايل مسدس تحت هدومه. أول ما أصرت كده والقاضي قال طلاق راح مطلع المسدس ودب دب دب كم طلقة. وبعد ما ضربها كم طلقة راح لقاها هتقع، راح قايم شايلها واخدها في حضنه. القاضي يا حرس يا غيره يا غيره مفيش. راح بصلهم كده ولقاها بتقول له ايه بقى وهي خلاص بتحتضر؟ سامحني يا مهند، سامحني، انا غلطانة، انا فعلا خنتك وانت ما تستاهلش. يا حضرة القاضي عمره ما مد ايده عليا ولا عمل اي حاجة من اللي انا قلتها، كل اللي انا قلته كذب، كل اللي هو قاله صح. خلي بالك من الولاد يا مهند. وفرقت الحياة. جه الطب الشرعي خدها واتحكم عليه هو طبعا لانها قضية قتل، ما فيش فايدة، فاتحكم عليه هو بالمؤبد. اهلها هي بقى تعاطفوا معاه، اهل رهف اتعاطفوا معاه لما عرفوا الحقيقة، وخدوا الولاد خلوهم عندهم لحد هو ما يخرج. وكان ليها اخ خلاه قام بإدارة الحاجات اللي بتاعته، الجيم والصلاة اللي هو كان عاملهم، صلاة الجيم اللي كان عاملها وصلاة الكاراتيه اللي كان عاملها،
عمل له توكيل وخليه ياخد باله منهم ويصرف على الولاد ولاده الثلاثة. وأهلها اتنازلوا عن حقهم في إن هو قتلها، وده خفف الحكم عليه من المؤبد ل15 سنة. ولكن برضو 15 سنة هيتحبسهم ويبعد عن ولاده، يعني اللي عنده 5 سنين هيخرج يلقى عنده 20 سنة. ومش هقول في القصة دي غير حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. وعايزاكم انتوا كمان في التعليقات تقولوا كده حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة أو زوج ده أو ده يفتري على شريك عمره، خاصة لما يبقى مش بيعز عنه أي شيء زي قصتنا دي. ويا رب تكون القصة عجبتكم، وأقول لكم إيه، ربنا يحفظكم ويرعاكم ويحميكم، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستنوني في قصة جديدة. سلام.